البرونزية للفريق الحائز على المركز الثالث المنتخب الليبي. ليبيا. والتتويج مستحق بالمركز الثالث في هذه البطولة لمنتخب ليبيا لكرة الصالات. صورة مع إنفانتينو من جانب نجوم المنتخب الليبي. سيلفي أيضا آخر. خميس نجم المنتخب الليبي. تألق طبعا لأكثر من لاعب من منتخب ليبيا في هذه النسخة من هذه البطولة. محمد سعيد، علي شوشان، ومحمد زريك، وكذلك صهيب الغول اللي شاهدناه طبعا في السيلفي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم محمد عبد العزيز وبقية اللاعبين. محمد العجناف. تتويج مستمر لميداليات المركز الثالث في هذه البطولة. المغرب بالعلامة الكاملة في هذه النسخة. 5 مباريات ب5 انتصارات للمنتخب المغربي. 3 مباريات في دور المجموعات، مباراة نصف النهائي، مباراة النهائي 6-0 في نصف النهائي أمام المغرب، 5-1 في النهائي أمام أنغولا. الميداليات الفضية وممر الشرفي من جانب لاعبي المنتخب المغربي للمنتخب الأنغولي. روح رياضية كبيرة من جانب نجوم منتخب المغرب. لقب مستحق للمرة الثالثة عن جدارة واستحقاق. رب الفضل من جانب لاعبي المنتخب الأنغولي لنجوم المنتخب المغربي على هذه اللافتة الجميلة. ممر الشرفي لنجوم المنتخب الأنغولي، مركز ثاني عن جدارة واستحقاق. ديليات الفضية للزملاء جو وباولو وبيزادو وكالواندا والروشدوسي وادريتو واندرسون وإلبر وشيكو وبراولي وفيدو وغوميتو. هذه بيزادو. الصورة أيضا من جانب كالواندا، إلبر، سيلفي أيضا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كذلك جو واحد من نجوم البطولة. إنفانتينو، نجم إنفانتينو، جميع يريد سيلفي معه طبعا. جماهير الأنغولية حاضرة طبعا في صالة قصر الرياضة في مركب الأمير عبد الله في الرباط. بينما الآن يأتي الدور سيداتي أنساتي لتتويج البطل وممر أيضا شرفي من جانب لاعبي المنتخب الأنغولي لبطل كأس أفريقيا في نسختها 7 أسود الأطلس. أبناء هشام الدكيك، منتخب أفريقيا بطل لكأس أفريقيا لكرة، منتخب المغرب بطل لكأس أفريقيا لكرة الصالات. المغرب 2024 لما أصعد صانع النهضة الكروية المغربية في كرة الصالات هشام الدكيك، وأفضل حارس في البطولة عبد الكريم أنبية، سفيان بوريد، ولا ننسى جواد يوسف أيضا، يوسف جواد، وبقية النجوم أنس دحاني، أنس العيان، عثمان الإدريسي، سفيان بوريد، سفيان بوريد،
بلال بقالي، جواد، سلامات لجاد يطمئن عليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. اختاروا الميدالية، شوف طبعا الميداليات بالعدد، اعتقد هو خارج التشكيلة لكن لا مشكلة على الإطلاق، اعطاله الميدالية طبعا. لا السيد فوزي الأقجع، هذا على الصورة عثمان بوميزو، كذلك حديث مع هداف البطولة سفيان شعراوي، أنس دحاني، بينما الكابتن الآن كابتن منتخب المغرب بعدها سيرفع اللقب سفيان المسرار. سفيان المسرار سيكون هو آخر لاعب يتم تتويجه بالميدالية، والآن سيعطي موتسيبي كأس البطولة، الكأس الثالثة على التوالي لأسود الأطلس في كرة الصالات الإفريقية. أصبح لإفريقيا زعيم وحيد في كرة الصالات الآن هو المنتخب المغربي. سفيان يرفع كأس أفريقيا لكرة الصالات. المغرب 2024 أسود الأطلس أبطال إفريقيا لكرة الصالات. هنا في الرباط عشنا أيام جميلة، عشنا لحظات ممتعة، الصالة تكتسي بألوان على المغرب. مبروك للشبكيك، مبروك للمغرب، مسؤولين ولاعبين، لقب مستحق عن جدارة واستحقاق. للمرة الثالثة على التوالي المغرب تتوج بلقب أفريقيا لكرة الصالات. ربكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع هذه الصور التي تأتيكم من صالة قصر الرياضة، مركب الأمير عبد الله في الرباط، والفرحة المغربية بالتتويج لثالث مرة بلقب أفريقيا لكرة الصالات. شكرا لكم وإلى اللقاء في مباراة أخرى قادمة.